بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة فراخ بصدر فرخة واحد. هنعمل كمية كفتة ما شاء الله كبيرة، فهنشوف مع بعض المقادير. معايا صدر فرخة هنا انا فرمته كويس قوي، ومعايا هنا بصل وجزر مبشور من اللي هو الايه، البشر الناعم. في مكان بيبقى بشر خشن شويه، وفي مكان بيبقى فيه بشر ناعم. انا بشرته ناعم قوي علشان إيه الكفته هتتحمر، يعني هتستوي ان شاء الله بسرعه. وفلفل، قرن فلفل اخضر، وهنا طماطمايه كبيره متقطعه صغيره كده، وقرن شطيطه حامي بالشكل ده كده. ومعايا هنا البهارات بتاعتي. هنا مكعب مرقه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، نص معلقه ملح، نص معلقه حبهان مطحون، معلقه توم باودر، معلقه فلفل اسود، معلقه 7 بهارات. انا مش مكتره الملح عشان هنا حطيت مكعب مرقه. ومعايا هنا كيسين فيجيتار برضو بيبقى مملح، فانا ما حبيتش اكتر الملح علشان ندوق الطعم الاول. دي المقادير بتاعتي. هنبتدي ان شاء الله نعجنها مع بعض. انا جبت طبق بس كبير شوية عشان اعرف اعجنها فيه، وهنشوف هنعمل ايه. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. الفراخ بتاعتنا اهي، انا فرمتها فرم ناعم، والخضار بتاعنا اهو. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم. انا شفتها كام حد عاملها بس عجبتني قوي. يعني شفتها مطبخ ذات الأوادم، ما شاء الله عليها. أنا لسه متابعاها قريب، ما كنتش شفتها قبل كده، بس ما شاء الله عليها وصفاتها جميلة. فقلت أعملها زيها، بس ضفت شوية حاجات بسيطة كده. أنا جربتها بيها طعمها جميل. نحط التوابل بتاعتنا كده، والكيسين الفيجيتار عشان تمسك معانا. بالشكل ده هنعجنها طبعا بايدينا علشان عايزينها تبقى متماسكه. هنعجنها بالشكل ده كده، هنعجنها كويس قوي عشان ما تفكش مننا. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم عشان هي ما شاء الله هايله يعني بجد. اهي اهي بالشكل ده كده اهي. طبعا هي ملزقه، احنا هنعمل لها طريقه ان شاء الله. هنعمل بقى خلطه كده بميه البصل وبالبابريكا وملح وفلفل عشان نصبعها مع بعض. لما هنعملها كده مش هتلزق تاني. اهي اهي بالشكل ده اهي. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا جبت معايا هنا ميه بصل، معاها في قلبها معلقه بابريكا كبيره وملح وفلفل اسود عشان نبل ايدينا منه ونصبع الكفته بتاعتنا بالشكل ده كده. يلا خلاص كده نبل ايدينا من ميه البصل، وناخد
قطعة العجينة دي كده كده بالشكل ده، صبعها كده. نعملها بالشكل ده كده اهو. اهي انا عاملاها على، جبت السياخ بتاع شيش طاووق، عملتها على 3 علشان إيه واحدة مش هتنفع، بتبقى ضيقة شوية، فانا عايزة ايه عشان لما تيجي تستوي يخشها من جوه كده، تستوي من جوه وتبقى حلوة اهو بالشكل ده كده. انا هخلص الكمية بتاعتي وايه ونرجع نشوفها مع بعض. الكفتة طلعت معايا بالكمية دي كده ما شاء الله، كمية حلوة قوي جميلة. انا هحطها في التلاجة نص ساعة ونشوف هنحمرها مع بعض ازاي. انا سيحت قطعة اللي هي بالشكل ده كده، كانت عندي في الفريزر طلعتها سيحتها كده اهي. نحط بقى شوية زيت علشان ايه نحمر الكفتة بتاعتنا. نحط الكفتة بتاعتنا نرصها كده رصة بالشكل ده. بالشكل ده في حاجة اشيل فيها اللي هي دي. بالشكل ده وكمية ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كمية ما شاء الله حلوة كبيرة. بالهنا ان شاء الله لله. هنشيل احنا اللي هي دي طبعا. احنا مش هنقلب الا لما يكون ايه، الا من تحت ما تتحمر من تحت الاول علشان ايه ما تتهرسي مننا. هي كده احنا اهو هنسيبها بقى على النار كده، ما نقلبش الا وقت ما نشوفها ايه احمرت من تحت الاول. هنقلبها كده نشوف شوف اللون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، تحفه تحفه، ولا فكت ولا حاجه، معجونه كويس جدا. على فكره البصل كان مبشور، بس انا عصرته، نزلت الميه بتاعته علشان نصبع بيها الكفته علشان ما تفكش كمان. يعني هي ناشفه ما شاء الله، جميله جميله ان شاء الله. يا رب لو جربتوها ان شاء الله الطعم هيعجبكم. عملت بقى معاها شويه رز بسمتي بس لسه على النار اهو، هنشوفه مع بعض اما يستوي. ما عملناهوش مع بعض بس ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض مره كمان باذن الله. بس يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله نتابع مع بعض وهنعمل مع بعض احلى الوصفات يا رب العالمين باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. بسم الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله، روعه روعه روعه. كده هنطلعه بقى بالشكل ده الكفته بتاعتنا.
ما شاء الله، تبارك الله، ما شاء الله. أهي. أهي. جميلة جميلة. لا دي عايزة اسويها على الجنب ده شوية. ايوه ده ما شاء الله، ما شاء الله. هخلص الكمية ان شاء الله ونرجع نشوفها مع بعض. خلصنا الكفتة بتاعتنا وطلعت بالشكل ده، طلعت جميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم، اتمنى تجربوها. قناتي اسمها بسم الله معانا، وبسم الله معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.